لو انت بتعاني من الارق او انك انت تيجي تنام فتلاقي الافكار كلها في دماغك وبتفكر في حاجات كتير قوي وبتبقى عايز تفصل ومش عارف، النهارده انا جاي اقولك على حل بسيط جدا انا استخدمته قبل كده وفي ناس كتير استخدموه وقالوا ان هو فعال، وهو ان انت بتقرا او بتشغل كتب تسمعها قبل ما تنام. في برنامج جميل قوي اسمه برنامج منطوق، البرنامج ده ممكن تنزله من على جوجل بلاي او الاب ستور. البرنامج ده ببساطه هو فكرته ان هو عباره عن كتب صوتيه، بتنزل البرنامج عليه كتب في كل المجالات، في الصحه النفسيه وفي تطوير الذات وفي الطب والهندسه، وفي روايات وحاجات اسلاميه واحاديث وقصص. فانت بتنزله وقبل ما تنام البرنامج ده فيه ميزه حلوه قوي اسمها مؤقت النوم. انت قبل ما تنام مثلا انا نزلت ان انا عايز اقرا روايه ارض زيكولا عايز اسمعها، فخلاص فتحتها، فيها ميزه بقى ان هي اسمها مؤقت النوم، بتظبطها على مثلا 30 دقيقه وبتبدا تحطه جنبك وتنام، وان انت تبدا تحط راسك على المخده وقفل انوارك مستعد للنوم ومركز مع البرنامج بس مع صوته وانت سايبه جنبك. وفكره مؤقت النوم ان هو بعد 30 دقيقه خلاص هو البرنامج هيفصل لوحده وتكون انت رحت في النوم. فانت مثلا بتقدر انا هنام مثلا بعد 25 30 دقيقه، فتظبط مثلا مؤقت النوم على 35 دقيقه وتبدا تحطه جنبك وتبدا تسمع وانت بتحاول تنام، تفصل تركيزك وتحاول تركز بقدر الامكان مع الكتاب ده ومع صوت القارئ. صدقني ده هيبدا يفرق معاك ان انت تركز مع صوت القارئ وتركز في الاحداث، وتلاقي نفسك بدات تبعد خالص عن الافكار السلبيه وكميه الافكار اللي بتجيلك مره واحده دي، وده هيساعدك جدا ان انت تبدا تنام. ممكن ما تجيش مع اول مره، بس مره في مره صدقني هتبدا تلاقي نتيجه منها، هتكون بتستفيد من الكتاب ومنها ان انت هتحاول تقلل الارق والافكار وتعرف تنام. انا هنا في مساحه نفسيه بقدم افكار تساعدك تطور من صحتك النفسيه وتحسن من حياتك، فيا ريت تعمل فولو للصفحه دي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ويا ريت تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت وتشارك الفيديوهات دي مع كل المنصات عشان تساعدنا على الانتشار. وافتكر دايما ان في مساحه نفسيه بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.